الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى ومسخر الطاقات والقوى ومرسل الآيات لتدل على أنه خالق الحياة وناصب الصور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هو أخشى الناس لربه وأتقاه، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد، سبق لنا في خطب سالفة أن تحدثنا عن الله جل وعلا، عن معرفته والإيمان به وعبادته. والعلماء يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم. إذا أردت يا عبد الله أن تعرف شرف العلم الذي تتحدث عنه فانظر إلى موضوعه. ما دام الحديث مستمرا ومتواصلا عن الله جل وعلا فاعلم أنك أمام موضوع نبال وذي أهمية، فرعه سمعك وانتبه إلى ما يقال إليك. تحدثنا في جمعة سابقة على أن الله خلق الخلق ليعرفوه فيعبدوه، وأن معرفة الله والعلم به أصل الأشياء كلها، وأن صحة الإيمان وزيادته مرتبطة بصحة المعرفة. صحة الإيمان وزيادته مرتبطة بصحة المعرفة وزيادتها. وتطرقنا في جمعة أخرى سالفة أيضا أن معرفة الله معرفة حب وتسليم ومعرفة إجلال وتعظيم، ليس مجرد معرفة. فإبليس يعرف الله جل وعلا، والمنافقون يعرفون الله جل وعلا، والمشركون يعرفون الله جل وعلا، لكن معرفة المؤمن لله تعالى معرفة تسليم ومعرفة تعظيم ومعرفة حب وتذلل لله جل وعلا. وعرفنا أن طريق معرفة الله جل وعلا تكون بالنظر في آياته المسموعة، في آياته المتلوة، أي القرآن الكريم. وتحدثنا عن هذا الشيء وعن هذا الطريق وعن هذا الباب بشيء من الاختصار حسب ما يسلك به الوقت. واليوم أيها الأحبة في الله نتحدث عن الطريق الثاني، معرفة الله بآياته المشهورة، بكتابه المنظور، بالنظر في النفس والخلق والآفاق. عباد الله، إن الله عز وجل جعل هذا القرآن العظيم نورا وروحا وهداية وإرشادا للعالمين كافة، وذلك شريطة الاحتفاء به والوفاء له، وأن يتدبروا فيه ويتعرفوا على معانيه. فهو كتاب تدبر واعتبار، احتوى الكثير من الأسرار والأخبار، وأودع الله فيه كنوز الخيرات ورأس المهمات. وقد أمرنا فيه بالكثير من الأوامر التي من اعتصم بها نجا ومن عمل بها اهتدى. ومن الأمور العظيمة التي حط عليها الشارع الحكيم في محكم التنزيل في العديد من آياته وصوره وفصوله من أجل تعميق الفهم وإزالة الوهم والارتقاء إلى مقام الوسم. الارتقاء إلى مقام الوسم الذي أي مقام الاعتبار والابتعاد. قال ربك جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في التي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهم وأحللنا بهم من العذاب علامات ودلالات للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله وغيره، كما جاء في الطبري. الأمر العظيم الذي أمر الله به جل وعلا في كتابه هو التفكر والنظر في الكون
والخلق والنفس وبديع صنعه وعظيم منانه على خلقه فيما يسره الله جل وعلا لعباده. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. رواه البيهقي. هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر فإنه يصلح للنظر، يصلح الاعتبار به. وقال وهب المنبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلى فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا علم. واعتنت هذه الآيات الكريمات بالعلاقة بين الكون الفسيح الوسيع وخالقه البديع، وكيف أنشأ الله الخلق من عدم صرفا موضعا ووضعا. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من خير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية أيها الأحباب في الله لما سمعها جبير بن مطعم ذلك الصحابي الجليل قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وليس ذلك إلا لأنها خطاب عقلي وفيها برهان جلي على وجود الحق العليم. ما أسع عوالم الله. قال الله جل وعلا وهي حقيقة علمية مفادها أن هذا الكون كبير جدا إلى حد يتجاوز الظنون والحسابات في ساعته ودقته ومداه، وهي حقيقة قرآنية أيضا. قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما أوسع على عوالم الله عز وجل. انظروا إلى ذلك الكوكب الصغير، إلى القمر المظلم المعتم لا يضيء إلا بتقابله مع الشمس، والتي يدور حول أمه الأرض، والتي تدور في نفسها، والتي تدور بنورها حول أمها الشمس. الجميع يدور في فلك ولا يصطدمون، بل كل في فلك يسبحون ويسبحون، ولا يلتقي مدار بمدار ولا مسار بمسار، إنما الكل في غاية الدقة، الشموس والسدود والمسرات إلى آخره. إذا كان هذا شأن الكون وكبره وسعته ودقته وانتظامه دل ذلك على الخالق المكون، دل ذلك على الخالق المكون الذي خلق هذا العالم سبحانه وتعالى. إن كان هذا شأن الكون وكبره وسعته ودقته وانتظامه دل ذلك على الخالق المكون الحي قوله وجلاله وعظمته. أيها السادة العقلاء، إنه لمن البلاهة أن يتصور أحد أن هناك خللا في الوجود أو عبثا في النظام. أيها الأحبة في الله، لا عبث في الخلق ولا عنت في الأمر. الخلق لا عبث فيه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليس في الخلق عبث، كما ليس في الشريعة عنت أي حرج أو تشديد، وإنما هو اليسر والسماحة. ومن السوء أيضا أن يتخيل أحد أن هناك شيئا من المجرة إلى الذرة ليس محسوما بقدر معلوم أو ليس خاضعا لانتظار مرسوم. واتلو أيها العبد الصالح ما جاء في كتاب البصائر أي القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفيه أيضا أي في كتاب ربنا من تسبيح وتحميد من طائر صغير هو الهدهد ينطفئ. انظر يا عبد الله
إلى هذا الطائر الصغير ينتفض غيرة حينما وجد قوما كفارا يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا. وفي علمكم الشريف القصة جميعها غيرة حين رأى كفارا يسجدون للشمس التي لا تملك من أمرها شيئا، ويقول كما خلد في الذكر الحكيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. والهدهد ينتزع دليل توحيده من علمه الخاص، ذكر الخبء لأنه هو الشيء الذي يراه. الخبء في السماوات القطر، والخبء في الأرض الحب الذي يكون طعاما له ولغيره من المخلوقات. ثم يردف قائلا هذا الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فلنكن أكثر غيرة من هذا المخلوق الصغير ولنغير على الله جل وعلا. معشر الصالحين والصالحات، إنما علانا أي ما فوقنا وما هو دوننا في هذا الوجود كيف بصرك من كواكب مظلمة أو نجوم متنورة كلها ماضية إلى ما ذهب بأمر الله مجريها لا تزيد عن ذلك قيد أنملة. وفي عقيدة المؤمن التي يسندها يقين الفطرة وتؤيدها آيات النظرة ويغذيها مدد الحضرة أن الذي يثبت آفاق السماء هو نفسه الذي يثبت تدفق الدماء. الذي يثبت آفاق السماء هو نفسه الذي يثبت تدفق الدماء في عروق الأحياء، وهو الذي يوجه الأسرار فلا تميل ولا تحيد، وهو الذي يدبر أجهزة الحياة في كل طائر وماش وسائر. إن ربنا إنما خلقنا لنعرفه بآياته في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا. يقول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومدخل العبادة هو المعرفة. ويقول سبحانه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما خلق هذه الأكوان إلا ليعرف عظيما منعما، عظيما بجلاله منعما بجماله. جلاله يهاب ويخشى وجماله يحب واقترب منه. لكن الفطرة الكافرة والأحبة الفضلاء للأسف الشديد ما قدروا الله حق قدره وما علموا أن الله هو الذي خلق لهم الأسماع والأبصار التي يسمعون بها، خلق لهم الأسماع التي يسمعون بها والأبصار التي يبصرون بها، تحيا بإيجاد الله وتبقى بإمداد الله، ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فاللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وارزقنا معرفتك ومعرفة قدرك ودوام مراقبتك، وارفعنا منازل العابدين المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وشفيع الورى وعلى آله وصحبه أهل الصفاء والوفاء. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات الفاضلات، إن مما لا يليق بمن ينظر أو يفكر أو يبحث أو يخترع ويقف على أسرار الكون التي ذكرنا بعضها، وإلا العوالم كثيرة. هذا عالم الحيوان، وهذا عالم الجمال، وهذا عالم الإنسان، وهذا عالم البحار. فلا يمكننا في هذه الدقائق المعدودة أن نتحدث عن جميع العوالم التي تدل على أن الله واحد جل وعلا. قلت أنه لا يليق بمن ينظر أو يفكر أو يبحث أو يخترع ويقف على أسرار الكون تلو الأسرار، يقف على الأسرار تلو الأسرار، ثم لا ينظر ما وراءها من أنوار الحق الدالة على وجود وكمال الله، على وجوده
ما أكثره من أي شيء خلقه. وقال الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، أن يجحد آياته ونعمه وينساها، وإنه على ذلك شهيد. وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرونها. إن الإنسان إذا نظر إلى مخلوق صغير في جسم الإنسان، ألا وهو المخ الذي في الرأس، وهو الذي يصبح به العبد ويمسي، لم يعلم سره وحقيقته، وهو لحم طري يقود أجهزة الحياة التي في الجسد البشري كلها، ومادته الرمادية تشرف على كل شيء في كيان هذا الإنسان، تصنع الصحة والتوازن والذكاء، ويعجز عن أداء وظائفه، أي المخ ألف جهاز وألف حاسوب. ويقدر بالعالم أن يفسر الدماغ بأنه مجرد كتلة لحم رمادي في صندوق من عظم، لا ينبغي تجاهل السؤال: ولكن من صنع هذا الصندوق العجيب؟ من صنع هذا المخ الذي به الحياة، حياة الجسم؟ إن الأجهزة التي خلق الله جل وعلا، وإن كانت صغيرة في مهمتها وأدوارها، ولكن كانت صغيرة في جرمها، لكن عظيمة في جرمها، عظيمة في أدوارها وفي مهمتها. وقد يجعل الله جل وعلا السر في الأضعاف الخفي، كما الروح ليس لها وزن أو صفة، ولكنها حاكمة في وجود الإنسان كله، ولا نعرف أين هي. من الذي تعهد هذا الدماغ في الطفل السليم حتى استوى في كيانه وأصبح عبقري؟ من الذي رعاه وتعهده؟ إنه الله جل جلاله. إن الماديين والعبثيين لا تهمهم مسألة الصلة بالله حينما ينظرون في الخلق وفي الأنفس وفي الآثار، لا عظة بسبب ما في القلوب من حجب وغلظة. أما أولياء الله أولو الألباب فيطلبون منطق المادة والعبث، وذلك أن دقة الجهاد تدل على عظمة الإعجاز، أي عظمة الصانع جل وعلا، وبراعة الخلق تنادي بإبداع الخالق الحق. أيها الكرام الموفقون، إن كل علم لا يقود إلى الله جل وعلا ينبغي أن يوضع في قفص الاتهام. فكيف إذا كان هذا العلم نفسه حجابا يحجب الناس عن رب الناس؟ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم نور بصائرنا بأنوار المعرفة، واهدنا لنتحقق بكمال الصفات، واجعلنا من أهل المحبة وولاية. اللهم أنت السلام، فسلمنا مما نخاف، وأنت المؤمن فأمنا مما ينزل من الألطاف، وأنت المهيمن فعمنا بدوام الأمن والسلام إلى نهاية المطاف. اللهم آتنا حسن تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحوالنا، اللهم بلغنا ما نطلب منك آمالنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته أثناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا دراسات الألحان وسقطات الألفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ووفق اللهم العاهل الكريم وسدد خطاه على الصراط المستقيم، وهيئ له بطانة خير لا تلين، واجعله رحمة على البلاد والعباد يا من له الآخرة والأولى وإليه المعاد. اللهم احفظه في ولي عهده الأمير المولى حسن، وسلمه الساحل المولى رشيد، وفي سائر أفراد أسرته وشعبه، إنك على كل شيء قدير. هذا ونجعل مسك الختام وتمام الكلام صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.